هل حان وقت التحاق والد يلماز بالجماعة بعد كل هذه الحملات الناجحة التي قام بها خليل إبراهيم؟ وكيف ستكون العلاقة بين خليل إبراهيم ووالد يلماز؟ وكيف ستتغير الموازين بعد حضوره؟ وما هي ردة فعل خليل إبراهيم تجاه العدو الجديد؟ هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في مقطعنا هذا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بكل جديد يخص المسلسل من إعلانات، تحليلات، توقعات وكل ما يحدث في الكواليس. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أول بأول، وكذلك فالإعجاب بالمقطع يزيد من فرصة ظهور مقاطعنا لكم في الصفحة الرئيسية على اليوتيوب. والآن هيا لنفك شراعنا وكالعادة لنصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، لقد اعتدنا أن ينزل الإعلان الأول للمسلسل يوم الاثنين وإلى الآن لم ينزل بعد، وهذا يعني أن هذا الأسبوع لن تعرض حلقة جديدة، وقد سبق وشاركناكم بهذا. وسبب عدم عرض الحلقة الجديدة هو عطلة رأس السنة التي يأخذها الطاقم في بداية السنة الجديدة، وهذا يعني أن الحلقة 15 ستعرض يوم الخميس 11 يناير. مشاهدينا الكرام، كل الأحداث تدل وتشير إلى حضور والد يلماز الذي أصبح قريبا جدا، ولا نستبعد أن يحدث ذلك في الحلقة المقبلة أو التي بعدها. ودخول والد يلماز سيكون مهيبا جدا، سيغير الخطط والموازين. فحاليا الجماعة تبحث عن طريقة لإبعاد يلماز، والآن سيضاف إليهم والده، وقدومه لم يكن في الحسبان، لا سيما بعد بعثه خادمه أرجان لقتل ابن أخته. فالرجل لم يرحم حتى ابن أخته، فهل سيرحم خليل إبراهيم أو رضوان ليتو؟ ونحن كمشاهدين فرحين جدا بهذه العداوة الجديدة التي ستجمع خليل إبراهيم بشخص قوي لهذه الدرجة. ولا بد أن خليل إبراهيم سيسعى لكشف هذا الرجل، فهل هو قائد الشبكة الإجرامية أم لا زال هو الآخر مجرد أداة تتحكم بها الشبكة؟ أما بخصوص والد يلماز فالسبب الوحيد الذي سيجعله يحضر هو قتل خليل إبراهيم والنيل منه على كل الخسائر التي سببها له، سواء في التجارة أو في الرجال الذي قتلهم. فخليل إبراهيم طيلة هذه الحلقات كان سببا في خسارة يلماز ووالده للكثير من الأموال، خاصة تلك التي تتعلق بالتجارة في المخدرات. مشاهدينا الكرام، تنتظرنا عداوة حماسية جدا. ما رأيكم؟ لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالمقطع. نهاية المقطع، إلى اللقاء.